سامحه يا رب. مش دي الكلمة اللي كانت بتقولها لك أحلام عشان تفتح قلب مكرم؟ يظهر ان هي كمان غضبانه مني ومش عايزه تتكلم معايا. ومش هتتكلم. أحلام كانت بتظهر وتتكلم مع مكرم لما بيكون قدام مكرم طريقين وعايز يختار واحد فيهم. كانت بتظهر باستدعاء من مكرم نفسه عشان تساعده في اتخاذ القرار. إنما في الظروف دي زي ما أنت قلت الدنيا صندوق أسود بالفعل، عشان كده أحلام ما ظهرتش. أستاذة نور، دكتور عمر على التليفون في مكتب حضرتك. شكرا يا سمر. بعد المكالمة أنا همشي على طول. أصل الدكتور عدى على جينا امبارح وقال لها لازم ترقد على ظهرها عشان الحمل يثبت. ربنا معاها ويحفظه لها. سلام عليها. الله يسلمك. عن إذنك. ماله بابا؟ في ايه؟ طلب يشوفكم، ادخلوا له. معلش يا عم سليمان، سيبه دلوقتي، مش وقت الكلام معاه. أنا بس اللي أعرف إمتى أتكلم معاه وإمتى أسكت، ودلوقتي حان ميعاد الكلام. ثانية واحدة. أنا لسه هستأذن. أنا كنت بخش له من غير ما أستأذن ومن غير ما أخبط عليه كمان. خلي تعال يا عم سليمان. فاكر زمان يا مكرم لما كنت تقع في أي مشكلة كنت تيجي تقعد معايا وتحكيها لي ونحلها سوا؟ فاكر. أنا مش عجباني حالتك دلوقتي. مش بإيدي. محدش بيسلم نفسه لعدوه يلطش فيه وهو قاعد يتفرج عليه. ما تظلمنيش يا راجل يا عجوز.
أنا مجبر على اللي أنا فيه. على ايه؟ على التسليم؟ لو كنت هتسلم نفسك لربنا اقول لك بارك الله فيك، لكن تسلم نفسك لعدوينك؟ اهو ده اللي بفش عليه انا. مفيش سكة قدامي، وده اللي مجنني. اخلقها انت يا مكرم بايدك، ان شاء الله حتى يكون مدق صغير كده على قد خطوتك. إيه يا طارق؟ بقاء لله يا خالي. بابا تعيش انت. لا إله إلا الله. الله يرحمه. دخل حياتي في لحظة كنت كارهة فيها الدنيا، لا أهل ولا أصحاب. مش هتبقي وحيدة تاني. وبعدين ما تنسيش ان بقالك اهل وصحاب، وانا واحد منهم.